السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة دخول شهر رمضان تعالوا بينا النهاردة هنعمل الكنافة البلدي بجد يعني بطريقة تحفة جدا، وكمان هنعملها في الطاسة بدون فرن وبكوبايتين دقيق. هتعمل لك كمية حلوة جدا من الكنافة. معاكم أسماء. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشتراك علشان توصلك أي فيديوهات هنزلها. تعالوا مع بعض هنشوف هنعملها ازاي. هنجيب هنا شفشق الخلاط بتاعنا، بعد كده هنحط كوبايتين من الدقيق. لو حابة كمان تضاعفي الكمية هتزودي يعني كوبايتين دي عليهم كوبايتين من المية، يعني زي ما هتضاعفي الدقيق هتضاعفي كمية المية وكمية النشا. هنحط الاول كوبايتين الدقيق، بعد كده هنحط نص كوباية من النشا. تمام كده. بعد كده هنحط كوبايتين من المية بالظبط، يعني مقدار الدقيق زي مقدار المية. وهنحط كمان ربع معلقة صغيرة كده من الملح، ما تكتريش ملح قوي. وبعد كده هنضرب كده الكلام ده كويس في الخلاط لحد ما الخليط ينعم معاكي ويديكي قوام حلو جدا كده. تمام. طبعا تجيبي المعلقه بالسباتولا كده وتشيلي تقلبي الخلاط بتاعك علشان الدقيق بيبقى على جنب. هتوزعيه كده كويس كده. تمام كده. خليط الكنافه جهز معانا. اهم حاجه تضربيه كويس ضربه واتنين وتلاته لحد ما ينعم معاكي كويس الخليط كده. تمام جهزت معانا. طبعا هنشتغل عليها على طول علشان هي ما فيهاش خميره تقعد معانا تخمر ولا اي حاجه. بعد كده الفكره الحلوه جدا، هتجيبي ازازه بلاستيك وبعد كده هتجيبي الغطا وهتجيبي كده مسمار او برجل بتاع الولاد وهتسخنيه كده على البوتاجاز وتخرمي خرم صغيره وتكون رفيعه معاكي. اهم حاجه واهم حاجه تعمليها الخرم بتاعتك تبقى بالطول بالشكل ده. هنا فتحتها 6 خرم بالظبط كده. تمام. شايفين فتحتها. طبعا الخرم تبقى رفيعة جدا. وبعد كده هنجيب هنا مصفى تكون ناعمة جدا معاكي المصفى، وهنصفي الخليط بتاعنا خليط الكنافة. هتصفيه كده كويس بالمصفى. طبعا عايزين خليط الكنافة يبقى ناعم معانا جدا علشان لما تيجي تحطي في الازازة وتوزعيه ما يوقفش معاكي في الازازة كده. تمام كده خلاص. طبعا جهزت معانا. اهم حاجه تصفي الكميه بتاعتك كلها بنفس الطريقه دي بمصفى تبقى ضيقه جدا. خلاص. بعد كده هنحط الخليط ده في الازازه كده. تمام جهزت معانا. وهنقفلها كده كويس. هنحضر هنا الطاسه تسخن كده كويس معانا على نار تبقى متوسطه، وهندهنها بالفرشه دهن الزيت خفيفه جدا. وهتحط الخليط بتاعك بالشكل ده توزعيه طبعا، وهتسيبيها كده لمده ثانيتين وهتلاقيها طبعا استوت معاكي، اللون بتاعها غير وقبت معاكي بجد. يعني طريقة سهلة وحلوة جدا يعني بدون تعب. يعني كوبايتين الدقيق هتخلصيهم في وقت قليل. هنعمل واحدة كمان دهن زيت كده خفيفة بالفرشة، وبعد كده هتحطي العجينة بتاعتك توزعيها بالشكل ده. واول ما يغير اللون بتاعها طبعا هتعرفيها على طول وتستوي معاكي، هتقب مش هتاخد يا وقت معاكي ثواني كده. هتسيبيها بس تاخد راحتها كده في السوا عشان ما تعجنش معاكي كده. تمام بجد يا جماعه يعني حلوه جدا سريعه وسهله وما بتاخدش وقت، حاجه كده لذيذه وطعمها حلو جدا. واول ما تطلعيها على طول تغطيها كده بكيس علشان تفضل طريه معاكي او فوطه كده. تمام بجد يا جماعه يعني حلوه جدا سهله وما بتاخدش وقت معانا، وكمان احسن من اللي بنشتريها من بره. يعني كوبايتين دي هيعمل لك كميه حلوه جدا من الكنافه البلدي حلوة جدا بين الفطار والسحور. بجد لذيذة، تحلية سهلة وسريعة حلوة قوي. ورمضان كريم علينا وعليكم. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو وعجبكم. تبخلوش على تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك علشان توصلكم اي فيديوهات رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش كمان تتابعونا على صفحتي على الفيسبوك والتيك توك وكواي والانستجرام باسم اسماء ابو الخير. اشوفكم على خير. يلا باي.